نصيحة: اوعى تبيع عصافيرك. حتى لو العصافير ديت مستويات قليلة، بس انت متأكد ان صحتها كويسة ومتأكد ان هي عصافير منتجة، حتى لو هتشغلها معاك بعد كده حضار. ليه؟ لان دلوقتي السوق يعتبر ما عادش فيه عصافير نهائي. ما تعملش زيي، انا ليا ظروف مختلفة اضطرتني ان انا اصفي المزرعة. كان لازم اعمل الفيديو دوت علشان خاطر الناس ما تقولش احمد بيبيع، اشمعنى احمد بيصفي، لا كده في حاجة غلط. يا جماعة انا ليا ظروف مختلفة، وأنا إن شاء الله هرجع أعمل بإذن الله مزرعة أكبر، وأعمل طيور مستويات أعلى، وهعمل كل حاجة بإذن الله. فالفكرة إن أنت لازم تحافظ على طيورك في الفترة دي. الطيور أسعارها رايحة، وما عادش في طيور تتصدر. ده إحنا ممكن الفترة اللي جاية نستورد طيور نتيجة إن ما عادش في طيور. فعلشان خاطري حافظ على طيورك، هات عليها، طور من نفسك، هات مستويات أعلى. والقليل اللي عندك اللي انت مهتم بيه، عارف تغذيته وعارف تحضينه وعارف انتاجه، حافظ عليه علشان تشغله معاك حضين بعد كده. حتى لو انت طورت نفسك يبقى عندك اسوس تشغلها حضين. لكن صدقني، العصفور اللي هتطلعه والله ما هتعرف تجيبه، لا بنفس السعر ولا بنفس الصحة ولا بنفس الجودة بتاعت العصفور في الانتاج وفي التحضير. فلازم نحافظ على طيورنا على قد ما نقدر يا جماعة. دي رسالة وديت نصيحة كان لازم أقدمها في الفيديو ده، علشان خاطر محدش يرجع يندم، لأن العصافير اللي هتباعها بقليل هتجيبها بكتير. ومش هتقدر مش هتعرف تلاقي أو مش هتقدر تلاقي عصافير بنفس الجودة اللي أنت بعتها. أنت طبعا عصافيرك مهتم بيها، محافظ عليها، مهتم بالتغذية، مهتم بجرعات الفيتامين، مقدم اللي العصفور محتاجه. هتيجي تجيب عصفور من السوق هتتعب معاه جدا لحد ما توصله للمستوى اللي انت محتاجه. طب ليه بقى؟ ليه انا اطلع عصفوري وابقى فرحان ان الاسعار زادت شويه وانتوا لسه مش عارفين ان الاسعار هتزيد اكتر واكتر؟ اللي بيبيع ده لازم هيبقى عنده ظروف، مضطر ان هو يبيع. غير كده ما تبيعش طيورك نهائي. اوعى تبيع طيورك. ديت نصيحه مني. طيب، هقول لكم على شوية حاجات حصلت معايا أو مواقف خلال الفترة اللي أنا كنت بصفي فيها المزرعة. الحمد لله. طبعا الطيور كانت صحتها كويسة جدا، مستوياتها كويسة، كمان المستلزمات كانت حالتها جيدة. فأنا صفيت المزرعة يعتبر في أسرع وقت ممكن. ولكن خلال برضو الفترة دي كان بيحصل معايا حاجات كتير جدا غريبة. يعني كان مثلا ممكن 200 300 واحد يكلموني، تمام، منهم تجار، ومنهم هو لسه داخل، ومنهم هو كبير. كل واحد بيتكلم بطريقة مختلفة وبأسلوب مختلف وبيفاصل بطريقة مختلفة، وبيبدأ إن هو يتكلم. يعني في اللي بيتكلم عن العصفور على أساس إن هو منتج، في اللي بيتكلم يقول لك بالحتة، في اللي بيتكلم يقول لك السلاكة مش عارف إيه. فكل واحد بيتكلم بأسلوبه. كمية استفسارات رهيبة، كمية دردشة ورسائل على الواتس كتير جدا، علشان في الآخر تلاقي حد فعلا هينجز معاك وهيخلص. فحتى اللي بيبيع او اللي عنده ظروف انه يبيع، ما تتخيلش ان البيع هيبقى سهل. البيع هيبقى سهل في حاله واحده: لو انت طيورك مستوياتها كويسه، لو انت طيورك صحتها كويسه، ريش متستف، عصافير واقفه رايقه، عصافير احجامها ممتازه، كل حاجه تمام. طيب، وانت بتبيع عصافيرك، او لو انت عندك ظروف زي كده مضطر ان انت تنقل شغلك وتنقل حياتك وبتغير المكان اللي انت عايش فيه او حاجه مشابهه لكده، وانت بتبيع هتلاقي بقى حاجات كتير. هتلاقي مثلا هو بتكلمك، تقعد تستفسر تستفسر تستفسر، تلاقي الدردشه طولت قوي قوي. فاللي زي ده صدقني هو مش هيشتري. اللي زي دوت هو مستفسر. يعني يا ريت هو يخش يقول لك انا بعد اذنك محتاج بس ان انا اعرف اسعار الطيور اللي زي المستويات اللي عندك، هيبقى ريحني وريح نفسي. لا، الناس بتستفسر عن كل حاجه. يعني ناقص ان احنا نحكي قصه حياه العصفور او قصه طفوله العصفور. يعني حصل معايا في الكوكتيل مثلا: شريبه قالك قد ايه، اشتغل عندك ولا لا، فروخه ايه، مستلزماته ايه. كل دي اسئله وارد ان هي تتسال. فعشان كده انا طبعا مضغوط في الوقت، وكمان انا مش فاضي ان انا ارد على الاستفسارات دي. فقلت يا جماعه اللي محتاج حاجه يتصل بيا فون، يتفق معايا وينجز. طيب، لقيت الناس بتتصل فون وبتدي مواعيد وبرضه ما بتجيش. يعني انا كده خلصت الاول من تضييع الوقت في الدردشه او في المحادثات على الواتس. بدات بعد كده الناس تكلمني فون، برضه الناس تتكلم فون وتدي مواعيد وما تجيش وانا مش فاضي. فبرضه بدات ان انا الجا لسياسه اشد شويه، وهي اللي هيتفق يبعت عربون، عشان العربون دوت يبقى كده زي اتفاق او ربط كلام بيني وبينك، فيبقى انا عارف ان انت فعلا عندك جديه ان انت تقابلني وان انت تخلص، ما اشيلش طياره على الفاضي او ما اضيعش وقتي على الفاضي.
فبرضه كانت الناس بتماطل، فالبيع مش سهل. ولما تيجي تشتري هتشتري الطير غالي، هتشتري الطير غالي، فصدقوني حافظوا على الطير اللي معاكم. الناس كانت حتى لما تيجي تكلمنا عن مستلزمات، طب السلاكه كام في كام؟ طب انت منين؟ طب انت بتبيع ليه؟ طب كان فيها عصافير ايه؟ طب انت مش عارف. كل دي استفسارات. كنت برد رد واحد، اللي محتاج ان هو يتفق معايا يتصل فون، حتى على الفيس كنت برد على التعليقات: يا جماعه فون، كلموني مكالمه بسيطه هقول لك كل اللي انت عايزه في انجاز عشان ما اضيعش وقتي، وانت تمام هتتفق معايا وهتخلص تبعت العربون. وكنت بنجز وقتي لان انا ما عنديش وقت ان انا اضيعه في حاجه زي كده. طبعا في الرندوهات كانوا بيقعدوا يتصلوا ويسالوا وتصنيفها، وطب انا عندي استفسار في حاجه تانية. طب والله يا جماعه انا ما كانش فعلا عندي وقت. الحاجه الغريبه بقى ان الهاوي اللي كان يفضل يكلمني ويبعت ويسال ويستفسر، فجاه خلاص هو ما عادش بيرد على الواتس او ما عادش بيكمل الدردشه اللي ما بيننا، ما عادش بيبعت رسائل. فجاه بقى الاقيه بعت رساله: انا اشتريت طير. مبروك، ربنا يبارك لك. بعد ما اشتريت طير انا لقيت مشاكل في الطير. طب انا اعمل ايه؟ حضرتك خلاص انا دوري هنا انتهى. مع ان يعني انا لما باجي اسجل اي هوا عندي بسجله ازاي؟ هاوي مثلا فلاني الطلب بتاعه مثلا زوج رينبو فايلوت كذا، او استفسار عن مثلا طير مليس، طير فيه مشكله، طيور غير منتجه، طيور مثلا مريضه بمرض كذا، عشان لما يجي يرد عليا او يجي مثلا يرن عليا تاني ابقى عارف انا بكلم مين وبخصوص ايه. لان طبعا كميه الرسائل وكميه الاتصالات كتير جدا، يعني يعتبر كان تليفوني طول اليوم ويت. وطبعا الناس اللي بتكلمني كانوا بيقولوا لي ايه، طب هنحول لك فودافون كاش، هنحول لك انستا. فكانوا بياخدوا الرقم الثاني اللي هو الرقم الشخصي اللي عليه الانستا وعليه الفودافون كاش، فبقى معاهم كمان الرقم الشخصي. فالرقم الشخصي في الفتره الاخيره بدا يبقى مع الناس كلها، لان الناس بتطلب مني الرقم علشان خاطر التحويل سواء انستا او فودافون كاش. مجرد ما خد الرقم الشخصي بقى خلاص انا ما عدتش ملاحق، انا مش عارف التليفون ده جاي بخصوص شغل التاني ولا التليفون ده جاي بخصوص طيور الزينه. فبقيت برد بس الناس بتماطل. نرجع لكلامنا. الهاوي بقى اللي اشترى من بره ده خلاص ربنا يبارك لك. طب حضرتك دلوقتي عندك مشكله، انا والله العظيم وقتي مش هيسمح ان انا اساعد حضرتك، انا كنت بساعد على قد ما اقدر لكن ظروفي في الفتره دي ما تسمحش. وبعدين حضرتك اشتريت طير، طب انت تواصلت مع البائع؟ دايما الاقيهم البائع ما ادالوش اي تفاصيل. طب ما انت كنت هاريني تفاصيل، ما انت كنت بتسالني في كل حاجه. اشمعنى انت لما رحت اشتريت من بره ما عرفتش تسال وما عرفتش تعرف تفاصيل وما عرفتش اي حاجه عن الطير، وفي الاخر جاي بتلجأ لي انا عشان احل لك مشكله الطير اللي انت اشتريته من بره؟ فطبعا الكلام كله كان غير منطقي. يعني اللي لقيته في الهوايه ان الناس بتحب تكسر، حتى لو انت جايب السعر من الاخر عشان تنجز وتوفر وقت برضو الناس هتكسر لك في السعر. حتى في الحمام وحتى في المستلزمات لازم الناس هتكسر في السعر. كنت برد رد واحد: يا جماعه انا حاطط سعر عشان انجز مش عشان حد يجي يكسر لي في السعر ده، لان السعر اصلا اللي انا ببيع بيه خسران. فما تجيش تقول لي طب عشان خاطري نزل لي كذا. ده بالنسبه للاسعار، لان والله ما كان عندي وقت ان انا اقعد اتفاوض مع حد في سعر هو اصلا مش هيلاقي السعر ده تاني. ومش هيلاقي صحه الطيور ديت ومش هيلاقي مستويات الطيور ديت بنفس الاسعار دي. ما علينا. المهم كنت بلاقي دايما ان المشكله الاكبر ان الطير الرخيص، تمام، الهاوي بيروح له، الهاوي بيروح للطير الرخيص. طب فاللي بيحصل بيلاقي ان الطير الرخيص دوت اللي هو البائع منزله بالسعر ده او قايل السعر ده عشان خاطر هو عارف ان الطير ده فيه مشكله. تيجي بقى تسال البائع، يا اما المشتري هيقول لك انا اشتريته من السوق وخلاص البائع مش هيرد عليه ولا اصلا يعرف هو حاجه عن اللي باع له، او هتلاقي ان البائع اصلا هيتجاهل الرسائل بتاعه المشتري، مش هيساعده ومش هيقدم له اي معلومه عن الطير. وده دايما اللي بيحصل معايا، الناس تيجي تشتري طيور بعد كده تيجي تكلمني معلش الطيور فيها مشكله. طب حضرتك انت كنت فين من البدايه؟ ليه ما سمعتش النصايح اللي احنا قلناها لما بنيجي نشتري طير؟ ليه ما سمعتش النصايح اللي احنا قلناها لما بنيجي نفحص الطير او لما بنيجي نتواصل مع البائع او نتواصل ونعمل اتفاق في الشراء والبيع؟ البائع اللي كان بيعاملك بالطريقه دي وانت ما كنتش لاقي منه يعني اي رد كويس او مش لاقي منه الاستفسارات اللي انت بتسال عنها، ليه كملت معاه في عمليه البيع واشتريت منه علشان سعره ارخص شويه وفي الاخر انت ندمت لان الطير اللي انت اشتريته ما انتجش او في مشاكل او انت خسرت الطير؟ فعلشان خاطر يا جماعه اتعاملوا مع حد ثقه، اتعاملوا مع حد عنده ضمير في الهوايه، لان للاسف
ناس كتير جدا ما عندهاش ضمير في الهوايه. اتعاملوا مع حد يكون عارف ربنا، اتعاملوا مع حد ثقه، لما تيجي تتكلم معاه تلاقيه بيقدم لك معلومه. دايما البائع ما بيقدمش اي معلومه. كل الناس اللي كلمتني بلا استثناء، طب هل انت تواصلت مع البائع؟ والله البائع مش بيرد، والله البائع قال لي ما اعرفش. طب ليه؟ طب ليه انت رايح للي بالطريقه دي او للي بالاسلوب ده وسايب الحاجه المضمونه الكويسه، وفي الاخر انت اللي بتعاني، انت اللي بتعاني مع الطير ده. هو البائع باع خلاص ومش هيسال فيك، وبعد كده انت اللي هتعاني مع الطير. فالفيديو دوت اللي انا عايز اوصله من خلال الفيديو دوت، يا جماعه اشتروا من حد ثقه. ودايما لو انت اللي بتبيع بقى، لو انت اللي بتبيع اتعامل مع حد قد كلمته. يعني ايه قد كلمته؟ يعني حد هيخلص معاك، مش حد هيتعبك على الفاضي. تمام. بالنسبه لانك تجيب طير، هات الطير اللي صحته سليمه. انا ما يهمنيش الطير طفرته ايه، قد ما يهمني ان الطير الاول يكون صحته كويسه. ما انا ما اروحش اجيب طير طفره عنده مشكله سواء عصبيه او معويه او عنده مشكله تنفسيه او مشكله في الريش واقول ده طفره وهعالجه. انت كده خسرت الطير وخسرت الفلوس. فلازم ان احنا نجيب من حد عارف ربنا، من حد هيقدم لك معلومه. يعني نفترض ان انا مثلا مش هقدر اساعدك في الفتره الحاليه، مش هقدر امشي معاك في انك تحل مشكله طيرك، انت هتتصرف ازاي والبائع ما ساعدكش في اي حاجه. فطبعا انا الحمد لله طلعت الطيور، طلعت المستلزمات، الحمد لله ربنا كرمني، ما طلعتش اي طيور لتجار خالص، طلعت الطيور لهواه تعرف قيمه الطير، تحافظ عليه، لان انا طيري عزيز عليا وغالي عليا، وانا عايز اللي ياخد الطير طبعا ربنا يكرمه من الطير. معظم الطيور اتباعت لناس في المنصوره طبعا، لان انا ما عنديش فرصه ان انا اشحن. والله كنت بلاقي ناس تكلمني على سلكات، معلش ممكن شحن اسكندريه، ممكن شحن القاهره، اقول له حضرتك سلكه ب 150 جنيه اشحنها لك بثمنها، انت هتدفع ثمن الشحن. ف يا جماعه، والمصحف كنت ببقى كاتب في المنشور للبيع بالمنصور، للتسليم بالمنصوره، قايل في الفيديو للتسليم بالمنصوره، التسليم داخل المنصوره، وبرده الناس تكلمني طب ما فيش شحن، طب ما فيش توصيل، طب ما فيش توصيل للقريه الفلانيه. قريه ايه يا عم الحاج؟ ما معروف ان شحن الطيور وشحن المستلزمات، حتى لو في فرصه ان انا اشحن مستلزمات، معروفه ان هي المواقف المحافظات، مش لقريه. انا مش شركه شحن، انا ببعت مع سواق، السواق دوت الخط بتاعه مثلا المنصوره القاهره، المنصوره اسكندريه، المنصوره طنطا، يعني هو بيبعت لي، بيروح للموقف المحافظه وانت بتستلم منه. فكنت بلاقي اسئله غريبه جدا واستفسارات غريبه. الحمد لله والله ربنا كان بيكرمني في عز ما انا مضغوط، وكنت برد على اللي اقدر عليه. لكن لما لقيت الموضوع افور قوي، لان طبعا كنت بنزل كميه منشورات كبيره عشان انا عايز انجز، كنت على طول يا جماعه التواصل من خلال الفون، الحجز بعربون. ده بينهي الكلام، بيبعدك بقى عن الاطفال، بيبعدك عن الناس اللي هي قاعده فاضيه تتسلى، بيبعدك عن الناس اللي هي مجرد عايزه تعرف اسعار. مع ان انا اللي بيكلمني لو قال لي انا عايز اعرف السعر بس ببعت له السعر، حتى لو في تعليق، حتى لو في الواتس، مش فارق معايا، لان انا عارف ان انا السعر اللي انا هقوله هو مش هيلاقي السعر ده. ولكن بكتشف دايما ان اللي بيقعد يماطل ويقعد يستفسر ويقعد يسال كتير، في الاخر بيضحك عليه. والله العظيم كل الناس اللي بعتت لي وقعدت تماطل للاسف بيكلمني تاني ويقول لي انا جبت طير فيه مشاكل كذا، انا جبت طير فيه كذا. يا جماعه طب ليه؟ ليه تدخلوا نفسكم في المتاهه دي؟ حافظوا على طيوركم، الهوايه مكمله، واللي عنده ابواب اصيله من الطير في اي طفره حافظ على الباب اللي عندك. شغال في الرينبو حافظ على الباب اللي انت شغال فيه، شغال في الشجري في البندد حافظ على الباب اللي انت شغال فيه، شغال في البلاكات حافظ عليه، شغال في حاجات من ديت فلل حافظ عليه. صدقني مش هتلاقي الطير ده تاني، مش هتلاقي الطير ده تاني. لو بتبيع ما تطمعش في انك هتبيع بقرشين زياده، لانك هتدفع اضعاف مضاعفه ومش هتلاقي الطير. هتدفع اضعاف مضاعفه في السعر ومش هتلاقي الطير اللي انت بعته. فحافظوا على طيوركم، ويا رب يكتب الخير للناس كلها. اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هوا عصافير الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.